كريم. مساء العريم. اذكر يا عباد الله. اسعى يا جوجو يا سلام الله. اسعى عشان تتسحري. انت على خالته. اسعى على خالته. اسعى عشان تاكلي. اسعى عشان تاكلي الفطار. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم، تنعاد عليكم يا رب الايام بالخير والسعاده والفرح. النهارده بقى الفيديو اللي كلنا بنستناه من سنه لسنه. هنعمل بقى الزينه بتاعت رمضان ونظبط كده الديكورات الرمضانيه والاجواء الرمضانيه ديت. الفيديو هيعجبكم جدا وكمان هتستفادوا منه، ولسه في وقت ان انتوا تنفذوا الافكار ديت. لسه معانا هو حوالي 5 ايام على رمضان، تلحقي ان انت تنفذي كل الافكار اللي في الفيديو. لو اول مره بتشوفي قناتي وعجبتك قناتي، اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه من الحاجات اللي بتدي جو حلو جدا للبيت وبتحسسك بالاجواء الرمضانيه هي الزينه. تقدري تجيبي الاشكال اللي انت تحبيها. انا طبعا بفضل الزينه اللي بيبقى فيها الاشكال الخيميه بتاعت رمضان، بتحسسك كده بجو رمضان اكتر من الزينه اللي عليها بقى الكرتون والحاجات دي. كمان فرع النور بكل اشكاله من الحاجات الحلوة جدا وبتحسسنا بجو رمضان. اسعاره بتبتدي من 25، تقدري تجيبي فرع واحد للحاجة اللي تعجبك او تناسبك. بتدي جو حلو جدا للبيت. هنا بقى كنت بركب الستارة. انتوا عارفين ان انا فكيت الستارة وشلت فرش الركنة. عملنا روتين عميق للريسبشن كله، هسيبهولكم برضو في صندوق الوصف عشان تشوفوه. ركبت بقى كده الستارة ولبست برضو الركنة الفرش بتاعها وظبطت كده المخدات. وعايزه اقول لكم بقى ان انا ما بحبش المبالغه قوي في الزينه بتاعت رمضان. يعني مثلا نكتفي بفرعين في الريسبشن مع فرع نور مع فانوس كده على الترابيزه زي ما هنعمل دلوقتي. بلاش الزحمه قوي بالزينه والالوان والاشكال. يعني بشوف كده مثلا بيوت بيعلقوا كمية زينة وألوان بقى مختلفة وأشكال مختلفة. لا، البساطة هي بتبقى أجمل حاجة. يعني البساطة أصلا ذوق الأميرات أو الملوك. فانتي ما تزحميش الصالة عندك بألوان كتيرة ولا بفروع كتيرة من الزينة. كفاية فرع فرعين بس كده عشان الأطفال يفهموا ويعرفوا يعني ايه زينة رمضان ويعني ايه رمضان وبنعمل ايه في رمضان، ايه الحاجات اللي بنجيبها. يفهموا الروتين بتاع الشهر دوت اللي احنا بنمشي عليه. زينة، مسحراتي، زي ما شفتوا معايا في بداية الفيديو. يعني جبت الطبالي اللي هي بتاعت المسحراتي ديت. جبت واحدة لمالك واحدة لمحمد، وقاعدين بقى بصوا طول ما احنا قاعدين في البيت قاعدين بنسحر بعض يعني احنا التلاتة بس. المهم ظبطت كده الترابيزه بقى وحطيت حاجات رمضان. وكمان جيت على الجزامه لمعتها كده وحطيت عليها الفانوس دوت. الفانوس دوت بصوا عزيز عليا قوي. ده اول فانوس جه لمالك من اخويا. هو مالك اصلا اول ما اتولد كان مولود وجه رمضان على طول، يعني جه بعديها بشهر او شهر ونص. فطبعا جاله كذا فانوس بس دوت اول فانوس جاله، وجاله من اخويا. كان عليه صورته، فبحب الفانوس دوت جدا ومحافظة عليه وبعينه. يعني بطلعه في شهر رمضان واقوم عيناه من تاني. فرشت على السفرة برضو المفرش اللي شفتوه دوت. وطلعت بقى الاشكال اللي هي المغناطيسية بتاعت التلاجة ديت باشكال رمضان، رصيتها بالشكل ده. والمطبخ السنة اللي فاتت احنا علقنا فيه زينة وعلقنا فيه فرع نور كده اللي هو على شكل نجوم. كان فيه افكار تانية مختلفة خالص عن الافكار ديت. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. هنا اكتفيت بس بالاشكال اللي هي بتاعت رمضان ديت. وطبعا الصينية اللي هي الخشب دي مكتوب عليها رمضان كريم. واكتفيت بالشكل اللي هو بتاع بكار وبوجي وطمطم، مدين شكل حلو للمطبخ. وفي نفس الوقت ما عملتش زحمة ولا اشتريت حاجات كتيرة. يعني تقريبا الشكل دوت ب10 جنيه، فما كلفتش نفسي خالص. وفي نفس الوقت خدنا الفكرة ان دي اجواء رمضان وحاجات رمضان. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه بالافكار اللي موجودة فيه. مش بس كده، تعالوا نروح برضو للشاشة. جبت بقى الجزء بتاع الشاشة. جبت جزء كده حوالي متر او متر ونص من الزينة، وقلت ان انا احطه كده حوالين الشاشة يديها برضو شكل. انا بحب بصوا الزينة اللي هي على الاشكال الخيمية ديت، بحسها كده هي دي زينة رمضان فعلا. بحب اشكالها جدا.
فقلت احط بس كده حته حوالين الشاشه برضو تدينا برضو كده شكل رمضان، بحيث ان هو يبقى في الشقه كلها. كمان برضو السلم بره لسه هشتري له زينه هصورها معاكم تاني، بس انا حطيت اللمبه اللي هي بتلف وبتعمل كذا لون، اللي هي بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي دوت. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه، وانتظروني في فيديو تاني جديد.